صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. صلوا على اللي هيشفع فينا لما بنصلي على نبينا، بيصلي بيها الله عليه. ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما تكونوا بخير وبأفضل حال، ودايما تكونوا مبسوطين. حلقة جديدة معاكم النهاردة بإذن الله. هنعمل سمك ماكريل سنجاري أحلى كتير كتير من اللي بتشتريه من بره. جربي كل حاجة في بيتك بإذن الله هتطلع أنضف وأضمن كتير من اللي بنشتريها. مكوناته سهلة ومكوناته بسيطة. قبل ما ندخل نشوف المكونات اللي معانا برحب بكم جدا، وبرحب بأي مشترك أو مشتركة دخلت عندي جديدة، ويا رب دايما أكون تحت حسن ظنكم. ما تنسوش بقى لايك للحلقة علشان الحلقة تكبر بكم بإذن الله، ولو بتشوفوا القناة بتاعتنا لأول مرة ما تنسوش اشتراك والضغط على رمز الجرس. يلا بينا على بركة الله نشوف المكونات وطريقة التحضير، وبتمنى لكم دايما مشاهدة ممتعة. ودلوقتي يا جماعة نشوف المكونات. أول حاجة معايا في المكونات هي البطاطس. معايا كده حبة من البطاطس، حباية واحدة بس. قشرتها وغسلتها غسلة كويسة وقطعتها شرايح بالطريقة دي. البطاطس انا مرفعاها كده لان السمك ما بياخدش سوا. حابة تحطي البطاطس دي بقى مكون اختياري، حابة تحطيها ماشي، مش حابة تقدري تستغني عنها. معايا بقى هنا ايه، حباية من الجزر برضو غسلها كويس وبشرها. معايا حبة كبيرة من الفلفل الاخضر مقطعاها مربع صغير كده، وحبة كبيرة من الطماطم برضو مقطعاها صغيرة، ومعايا ليمونتين، ومعايا بصلايه كبيره مقطعاها مربعات صغيره. وكمان الخضره ديت بقى تشكيله، يعني معلقه كزبره على معلقه شبت على معلقه بقدونس. زي ما انتم شايفين كده انا مقطعاهم كلهم صغير. حابه انت تقطعيهم مربعات كبيره او شرايح برضو حاجه ترجع لك انت. هستخدم معاهم معلقه كبيره من الثوم المفروم، رشه شطه. الشطه دي طبعا حاره، ممكن تقدري ان انت تستغني عن الشطه البودر وتحطي واحد شطه حامي. معايا معلقه صغيره مليانه من الكمون. معايا يعني معلقه صغيره كده ممسوحه من الفلفل الاسود، معلقه صغيره كزبره، ومعلقه كبيره من الملح. الكوبايات اللي معايا دي صغيره، تقدري ان انت تستخدمي مثلا 3 معالق زيت كبار و3 معالق خل كبار، يبقى معانا زيت ومعانا خل. معايا بقى المكون الاساسي اللي هو السمك روسي او سمك ماكريل. سعره يا جماعه كويس جدا، ودي من الاسماك اللي كلنا يعني نقدر نجيبها، مش غاليه ولا حاجه. السمك طبعا السنجاري بنفتحه من الظهر زي ما حضراتكم شايفين كده، فتحتها من الظهر وغسلتها كمان غسله كويسه ونقعتها في الملح والخل والليمون علشان بقى نتخلص من الزفاره. ودلوقتي بقى هنجهز المكونات بتاعتنا دي مع بعض. جهزت معانا طبق هنا يا جماعه، وهبدا انزل بيه بقى بالمكونات اللي معانا. اول حاجه الزيت، بسم الله. الخل، الثوم، وكمان رشه الشطه، الملح والكزبره. وطبعا ولعت الفرن علشان ادخل صينيه السمك على فرن مسخن مسبقا. وكمان دلوقتي هنزل بالكمون والفلفل الاسود. هنزل بعصير الليمون، طبعا شايله البذر من الليمون. ودلوقتي بقى ننزل بتشكيله الخضار الجميله بتاعتنا، البصل والخضره، الجزر والفلفل، وكمان الطماطم. ودلوقتي هنقلب بقى المكونات الجميله بتاعتنا دي، واستمتعي بقى بريحتها الجباره. ريحتها ما شاء الله كويسه جدا. ودي يا جماعه ما شاء الله الخلطه بتاعتنا بعد ما قلبناها كويس دلوقتي جاهزه بقى ان احنا نحطها على السمك. اول حاجه معانا الصينيه اللي هنسوي فيها السمك، واول حاجه هرصها البطاطس. مفيش زيت ولا في اي حاجه خالص، لان الخلطه بتاعتنا احنا حطينا عليها زيت، وكمان السمك دوت بيكون ايه دسم شويه، مش محتاجين احنا نحط عليه زيت خالص. وزي ما قلت لك لو حابه تستغني عن البطاطس تقدري تستغني براحتك. شايفين ما شاء الله البطاطسايه على قد الصينيه. وهنزل بقى فوق البطاطس ديت معلقتين كده من التتبيله اللي معانا الجميله دي.
علشان كمان البطاطس تكون متطعمه معانا بالتتبيله الحلوه دي. ودلوقتي هحط بقى عليها السمكتين. هتبقى بقى واحده عكس التانية بنفس الطريقه دي كده، شايفين ما شاء الله. ودلوقتي بقى ننزل على كل واحده منهم بالتتبيله الجميله اللي معانا دي. ودلوقتي يا جماعه صينيه السمك السنجاري بتاعتنا تكون جاهزه ان احنا ندخلها الفرن. هندخلها الفرن على درجه حراره عاليه على النار مباشر، لان السمك من الحاجات اللي ما ينفعش كمان ان احنا نسويها على نار هاديه، فهحطها تستوي. لو حبيتي بقى ان انت تولعي الشوايه على السمك تمام، هحطها بقى في الفرن واسيبها تستوي كويس، وارجع لكم ان شاء الله نشوفها ونقدمها مع بعض باذن الله. يا جماعه ما شاء الله السمك بتاعنا بعد ما خرجناه من الفرن ريحه وطعم رائع جدا. لو حسيت ان السمك بتاعك اتشرب الميه اللي نزلها ولسه ما استواش، تقدري تضيفي عليه شويه ميه كمان. دلوقتي بقى هاخد عليه رشه كده من البقدونس الاخضر او الكزبره، تكسر كده اللون وتديله كده ايه شكل جمالي. وكمان بعض شرايح الليمون. وبكده نكون خلصنا حلقتنا معاكم وعملنا احلى صينيه سمك ماكريل او سمك سنجاري ما شاء الله هيعجبكم جدا. اتمنى طبعا ان انتوا تجربوه، ومستنيه رايكم في التعليقات تحت، واتمنى كل اللي اقدمه يعجبكم، واترككم في رعايه الله مع لقاء تاني في حلقه تانية ان شاء الله، والسلام عليكم.